السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل معانا صينية بطاطس، جربيها بطريقتي تحفة. وهنعمل شوربة لسان عصفور ورز بالشعرية ومعانا فراخ. دلوقتي هنخش بقى على الطريقة. ان شاء الله تعجبك. ما تنسيش بس تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة. ان شاء الله وصفاتي تعجبكم. هندخل على الطريقة بقى على طول. معايا هنا البطاطس، اي كمية اللي انت عايزاها. معانا بصلتين، ومعانا فلفل اخضر حامي او بارد حسب ما تحبي، ومعانا فصين توم. هنقطع معانا البصل كده جوانح في طبق بره. تمام، قطعنا البصل وقطعنا الفلفل. انا حطيت بارد وحامي. ومعانا هنا بقى البطاطس هنقطعها شرايح. وحطيت فصين الثوم. انا حطيت قبل ما اقطع البطاطس حطيت ملح وفلفل اسود. متنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة لو مش مشتركة وتفعلي الجرس. هنقلب كده البصل مع الفلفل مع الملح والفلفل الاسود والثوم. وهنقطع معانا البطاطس شرايح بالسمك كده، ولا تخين قوي ولا رفيع قوي. كده قطعنا كل الكمية اللي معانا، حطيناهم في صينية وقلبنا كله مع بعضه. معانا هنا طماطم مضروبة في الخلاط، حطيتها على الصينية وحطيت عليها حتة سمنة وحطيتها على النار من فوق. الأول هتاخد غلوتين من فوق وبعدين هنكون مشغلين الفرن. ده كده دخلناها معانا الفرن بعد ما غليت غلوتين. دلوقتي معانا الرز، معانا حلة فاضية على النار تسخن وحطينا فيها الزيت. هنا حطينا الشعرية بتاعتنا، عايزاها تاخد لون ذهبي كده حلو. تمام، اللون ده كده حلو جدا. هنا هننزل بالرز وهنحط عليه الملح بتاعنا. هنقلب بقى الشعرية مع الرز مع الملح اللي احنا حطيناه. مجرد بس ما نحس ان الرز بتاعنا سخن هننزل بالمية. تمام، اول ما الرز بس يغلي هنوطي عليه. وده الشكل النهائي للاكل بتاعنا. يا رب يعجبكم جربي البطاطس دي تحفة. الفراخ احنا بعد ما سلقناها حطيت عليها عصير طماطم وملح وفلفل وليمون وحبة زيت ودخلتها الفرن. وعملت شوربة لسان عصفور، حمرت اللسان عصفور ونزلت عليه بالشوربة ولحد ما غلي وتمام كده. يا رب الاكل يكون يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.